من يومين طلب مني في الشغل اني اعمل سكريبت عن الهالوين. طبعا شغال في ماركتنج ايجنسي، فبيبقى في دايما محتاج طول الوقت يكون في بروموشنز وبوستس تنزل وحاجات زي كده. انا بصراحه ما كنتش حابب الموضوع ده قوي، ان عارف ان الاحتفال نفسه فيه حرمانيه وجاي من امريكا والحاجات الحوارات دي كلها، بس ما كنتش فاهم برضو اصل الموضوع قوي جاي منين. فطبعا عشان اعمل سكريبت لازم اكون بجمع معلومات. فبصراحه لما جمعت معلومات اتصدمت حبتين يعني. الهالوين لذيذ، الناس كلها بتحب وتلبس ازياء تنكريه وتنزل وتهيص والكلام ده كله. آه، الحوار جاي منين بقى اصلا؟ يقول لك ان بدايه الحوار كانت في قبائل في ايسلندا، قبائل في انجلترا. كانوا عندهم اعتقاد ان الارواح لما بتيجي بتموت مش بتطلع على طول، او مش بتطلع لربنا يعني. ان الارواح بتفضل موجوده في المكان اللي هي ماتت فيه لمده سنه كامله. بتطلع امتى بقى؟ بتطلع ليله 1 نوفمبر، ليله الهالوين. فده طبعا يعني اعتقاد اكيد خطأ جدا منطقيا ودينيا وكل حاجه. فبيقول لك ان هم بقى عشان في ارواح كويسه وفي ارواح شريره، فعشان هم يخلوا الارواح الشريره دي تمشي والارواح الشريره هي تفضل معاهم، بيقول لك كانوا بقى بيولعوا شموع، بيولعوا نار، وبيقدموا قرابين للالهه بتاعتهم، اعتقادا منهم ان ده هيحميهم بقى من الروح الشريره والكلام ده كله. طبعا دي حوارات كبيره جدا جدا يعني. فطبعا مع الوقت وبدأ ما الدين المسيحي يدخل، بدأوا يدمجوا الاحتفال ده مع الاحتفال ده ويسموها All Hallows Eve، او اللي هو تقريبا عيد القديسين او ليلة القديسين، حاجة زي كده يعني. والموضوع فضل برضو قالوا خلاص نمشي الحاجتين مع بعض. طيب بعدين بدأ يتطور بقى بشكل اكتر في امريكا لحد ما وصل اسمه للهالوين. وبدأوا ان هم يخلوا بقى ازياء تنكرية، برضو يخلوا قصص رعب، الحاجات دي كلها. بس ف طبعا كل واحد يعني حر في طريقته، كل حر في حياته والكلام ده كله. بس انا هنا برضو احب بس اوضح لك الموضوع جه منين. بس برضو مش دي البوينت الرئيسيه، ولا ده حلال ولا حرام، مش دي البوينت الرئيسيه يعني. كده كده الحلال معروف والحرام معروف. انا البوينت الرئيسيه بتاعتي ان احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا بنبني شخصيه مسلمه قويه. وقلنا ان اول حاجه ومن اهم الحاجات في الشخصيه دي ان هي مش بتمشي ورا اي حاجه وخلاص، سواء بقى حاجه من الغرب، حاجه من الشرق، حاجه من اي حته. مش اي حاجه بتحركنا، مش اي حاجه نلاقي عليها دوشه وهايب نقوم رايحين. ف حاجه زي كده، من كتر ما انت شايف الناس كلها ده العادي، الناس كلها بتحتفل بالهالوين، ولا ننزل ونعمل ازياء تنكريه، ولا نهزر والكلام ده كله. حتى مش قصدهم اكيد يعني، نص الناس اصلا مش عارفه ايه الكلام ده، وهي بس شايفه فايبز، شايفه الناس بتعمل في امريكا و وسويت اور تريك، ولا معرفش بيسموها ايه، اللي هي بتاعت امريكا دي، والاطفال ومش، فبالنسبه لهم فايبز لذيذه، ولا نغير جو والكلام ده كله. فانا مش بتكلم هنا خالص، انا بتكلم ان انت قبل ما تعمل اي حاجه في حياتك وقبل ما تاخد اي قرار في حياتك لازم تشوف هل القرار ده مناسب مع مبادئك وقيمك ولا لا. عشان انت هتلاقي نفسك مع الوقت ومن كتر السوشيال ميديا هتلاقي نفسك انت بقيت شخص من غير هويه اصلا. أه... تلاقي هنا تروح، تلاقي ناس هنا تروح، ناس بتعمل حلو تروح، ناس بتعمل وحش تروح. حاول ما تخليش اي حاجه صغيره تتحكم فيك، وقبل ما تاخد اي قرار شوف القرار ده مناسب مع مبادئك، مناسب مع افكارك ولا لا. هو الموضوع كده، اعتبر نفسك كانك مثلا دلوقتي دخلت على بيج انستجرام مثلا لبراند معين، او دخلت المحل، لقيته مثلا عامل الديزاينز كلها بلون معين وحاجه معينه، وبيتكلم مثلا ده براند هادي وبراند لوكسجري ومش عارف ايه، ومره واحده لقيت صوره واحد لابس سكيني جينز عليه برينتس وعليه حاجات غريبه ايه ده، ايه اللي حصل؟ فاهم؟ ما بالك بقى انت كده، وبقى صوره من هنا على صوره من هنا على صوره مش عارف واحد لابس شبشب على صوره ما اعرفش انت دخلت كل حاجه في بعضها، فانت ما عادش ليك هويه. فاهم حاجه؟ ده اللي بكلمك فيه. ف حاول بعد كده اول ما تلاقي نفسك ان انت بتسرح او شايف حاجه عليها هايب فمتحمس لها، وقف بس ثانيه واسال نفسك هل الكلام ده مناسب مع مبادئي، مناسب مع افكاري، مناسب مع قيمي، ولا انا كده بس ماشي ورا القطيع زي ما بيقولوا. لو فكرت كده قبل ما تاخد اي قرار صدقني هتكون شخص احسن بكتير، مش بس في دينيا، لا بالعكس كمان دنيويا، وهتلاقي نفسك في اي مكان انت بتخشه انت مميز فيه جدا. ده كان فيديو النهارده، سلام عليكم.